احنا اللي يخصنا في الحملة دي واللي هنركز عليه هو الحيوانات العاملة والناس اللي بتاخد بالها منها. من الكلام اللي فات، أقل تقدير لعدد الحيوانات العاملة ما بين 10 و 15 ألف، وخلينا نقول 3000 4000 أسرة مع حوالي 2000 أو 3000 رخصة حصر، ودول عاملين مشكلة وملهمش السيستم يمشوا عليه. والحل بمنع دخول الحيوانات العاملة داخل المنطقة الأثرية وتحجيمهم في منطقة بعيدة للتريض مش عملي، وفي إقصاء للشريحة دي بحيوانات، واتضح كمان إنه على الأرض غير قابل للتنفيذ زي ما شفنا. المثير للاهتمام بالنسبة لي ولو حد فيكم لاحظ هو أهمية الحيوانات العاملة في اللوجيستكس بتاعة النقل داخل أهرامات الجيزة، وأهمية الحيوانات في الادفنتشر توريزم والاكسبيرينشال توريزم، ودول ناس مش هتحب تقضيها اي كارز وشاتل باصز. Kisses, kisses.